السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد الشامي يحدثكم ويحييكم من نيويورك. برضو كل الناس بقى تقول لي ايه، عايزين نستكشف. جبت لكم بقى ايه، عمده العربيات بتاعه الاكل بقى ايه هنا في نيويورك. عندهم بقى مخزن كبير، عندهم بقى العربيات بتاعتهم بيعملوا التجهيزات وكل الحاجات بتاعه العربيات التانية. تعالوا بقى نفهم القصه. الناس دي بقى من سنه مش عارف كام و80 وانا ما ذاكرتش. يلا بينا عشان انا شكلي كده بقول اي كلام. يلا يا حاج حماده، ازيك يا باشا؟ عامل ايه يا كبير؟ الحمد لله كده. ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ الحمد لله في نعمه. حاج انت منين بقى يا حاج حماده اصلا بقى؟ انا اصلا من رشيد. ده جارنا. ده رشيد كفر الشيخ. احنا بنكلمكم من نيويورك عادي يعني يا جماعه باشا. كلنا اخوات. ايه الموضوع؟ انا سمعت ان انت هنا بيقولوا عمده الجراجات بتاعت العربيات. الحمد لله. الحمد لله. من سنه كام بقى الموضوع ده؟ الموضوع ده بقى له معايا 17 سنه. عندنا اسبان، ده تركات اسباني. تركات بتاعت اكل اسباني في الشارع. اكل اسباني في الشارع. حلو. ده طبعا مشهور جدا. عندنا هندي. ده في عربيات هندي هنا برضه. عندنا عربيات قهوه. يعني انت الخدمه عندك هنا في الجراج اصلا 24 ساعه. 24 ساعه. وعندي مثلا خامه ناقصه، خامه بتاع، بكلمك يا حاج حماده. عندنا في دليفري بيروح كل يوم كمان ما شاء الله. دليفري من الساعه 12 للساعه 5. يعني انا وقفت في مكاني وناقص عندي حاجه بتبعتها لي. دليفري بالليل. ما شاء الله. واخد بالك؟ والله حاجه حلوه ان المصريين مسيطرين في كل حته. الحمد لله. وكمان من شمال الدلتا بنبعت لكم احلى تحيه. الله يكرمك. حبيبي يا كبير. حبيبي يا كبير. الله يخليك. معاك محمد اهوت هيطلع معاك في التركات بقى. حبيبي يا استاذ محمد. حبيبي يا باشا. هيوريك الاكل بتاعنا فري فلسطين في كل حته. ايوه. عشان ايه بالاخر. بقالك قد ايه بقى انت هنا في البيزنس ده؟ انا هنا من اول ما جيت مثلا 2013 يعني انت بدات الشغل في البيزنس ده من 2013؟ لا، ابويا الله يرحمه كان بادئ 2004 2005 بدات تقول حبيبه اللي هي عربيات حبيبه. بنفس الاكل من ساعتها؟ نفس، ما فيش اي حاجه اتغيرت، ما فيش. ممكن ده اللي مخلينا نستمر. يعني هو في زمان لغايه دلوقتي بتجينا من ساعه ما بدانا، اللي هو بقاله 5-6 سنين بيجي حرفيا كل يوم. احنا بقى العربيات بتاعتنا عندنا كام عربيه بالظبط يا محمد؟ عندنا الحمد لله 4، بس الفروع اللي شغاله دلوقتي 2. على الصيف ان شاء الله هيبقوا من الاثنين التانيين يشتغلوا. هبقى احط على البيدج يعني فيسبوك انتوا البيدج بتاعتكم اسمها ايه اصلا؟ حبيبه بيست اوف ذا بيست. برضه بيست اوف ذا بيست، زي زهره الزهره كده بالظبط، حاجه كده. البهزي بيه، حضرتك البهزي بيه معانا؟ عندنا الاثنين في كوينز ستوري. عندنا في ستانواي مع البرودواي، وعندنا 46 مع كوينز بولوفار ساني سايد. ادالك نور. الشرطه في خدمه الشعب. قلت له اديني نور، اداني نور على طول. اديني وانا ضيع. محمد الشامي شواحه، مفيش حد عارفني هنا خالص. ده احلى ما في الموضوع. في 3 اللي واقفين على الرصيف دول بس. حبيبه تراكس ده بادئ بقاله 20 سنه هنا. لما بدأوا 20 ساعه هنا شغل متواصل. الحاج زغلول السلاموني، حماده حتحت، هم اللي كانوا شغالين بايديهم لحد ما بقت منظومه زي ما انت شايف كده. بقى في جراج وسبلاي بيخدم لحبيبه تراك وتراكات تانيه بأسامي ناس تانية. دلوقتي احنا بنيجي هنا من الساعة 11:30 12 بالكتير، لازم يكون واقف جاهز هنا. يمشي 4:30 يروح الجراج تاني على السبلاي، ينزل كل الأكل اللي فيه وكل حاجة كانت على الفاير أو كانت على الجريل بتترمى جربش. يبدأ ياخد جديد الصبح، ويبدأ من الصبح بعد الغسيل على البضاعة الجديدة، ويبدأ يسرفس تاني. أنا من اليمن. لا ناس والله حبيبي يا كبير. دي حاجة سعيدة. في واحد عرفني يا رجالة. حط لي ساوند افكت تسقيف هنا. تعالى يا ابو اليمن. هو عارفني.
حبيب قلبي، صباح الفل. عامل ايه يا معلمه؟ خير والله. اسمك كريم ايه؟ حمدي. منين يا عم حمدي؟ من رشيد. برضه من رشيد؟ امال ايه؟ انت اخو حماده؟ صح كده؟ صح في كده. شبه من بعضينا. صح هتاكلني ايه بقى؟ عندي تشيكن وعندي جيرو وعندي عامل لك ميكس وعندي فلافل وعندي بص انا عايز الطبق اللي هو بيبقى فيه كل الحاجات ده. موجود. ايوه هو ده بقى كده وندب بعض. السؤال بس عشان انا الموضوع ده بيجنني، ايه ده؟ ده الجرين صوص. جرين صوص ده تحس فيه صابون او حاجه، لونه مخيف حاجة شويه حاجه زي كده. انا شكيت في ده الموضوع. ميكس فيجيتابل بنعمله سبيشال لينا احنا. لما تقولها البت يبقى ايه اشرحها له. قرب بقى، تعالى يا اموره، تعالى يا اموره. مفيش اموره بس هي بصت لي، بس هي ما فهمتنيش غالبا. هاو ار يو برو؟ مالك انت بتوع شتم صح؟ شتم ما شتمش؟ ماشي. الواحد وهو واقف في الشباك هنا فاهم، تحس انك انت محمد حماقي عايز تغني فاهم؟ احنا بنبعت سلام للاستاذ تامر عاشور وبنقول له هيجي لي موجوع. ما حدش جه يا استاذ تامر، ما حدش جه، مش هتعرف تترجمها دي. انت بقى دلوقتي دي فراخ زي الفاهيتا كده عندنا. ايوه نفس فكره الفاهيتا صح كده؟ انا شايف كنا حاطين يعني بصراحه في ميزه ان في عربيات تانية انا بشوفها مش حاطين حتى فلفل الوان، فدي قربت شويه للفاهيتا يعني حبه. وده اللي هو الجايرو اللي هو اللحمه الضاني اللي معموله زي الشاورما دي. انت متاكد ان ده مش عشان التصوير؟ لا مش عشان التصوير. متاكد؟ اسال يا ابو اليمن. اسال ابو اليمن. يا جدعان اصل بصوا لون الصوص الاخضر، اللون تحسوا فيه نعناع بقى يعني ايه. انا هعيبك بسم الله. حلو والله. ايه الدنيا؟ بص هو نفس الفكره، خلينا نكون متفقين ان الفكره واحده ككونسبت عام لعربيات الاكل اللي بتبيع حلال فود اللي في نيويورك كلها. الرز البسمتي والفراخ واللحمه، كل واحد بقى بيبقى يتميز بالتتبيل بتاعه مختلف. ده احسن، الرز هنا كويس، الصوصات. بس انا بالنسبه لي مثلا لو هطلب الطبق ده هطلبه مش هحط عليه صوصات. يعني الصوصات انا خدت بالي ان كل اللي جم وبيطلبوا سواء من هنا او من اي مكان لازم بيحطوا الصوص. بس انت كمصري لما تيجي تجرب الاكل ده ما تحطش صوص، جرب من غير الصوص وخد الصوص على جنب او حط على جنب عشان تعرف تستطعم الاكل. هو في الاول وفي الاخر اللحمه نظيفه طعمها حلو جدا، الرز حلو، التتبيله، الفراخ هنا حلوه لان معموله شويه شبه الفاهيتا مش شبه الجايرو، فيها فلفل الوان والتتبيله بتاعتها كويسه. وده طبعا من وجهه نظري، ممكن الناس يعني يبقوا مختلفين معايا عشان ايه، شايفك يا اللي هتحط ايدك ارفع ايدك من على الكيبورد قبل ما تشتمني. انا بقول لك اهو احنا هنا في ستان واي مع البرود واي، والله اعلم انا بقولها صح ولا لا، في هوستوريا في نيويورك. صح كده؟ انا قلت جمعوها انتوا بقى عندكم اللي انا قلته ده. وكده كده عندهم البيجات بتاعتهم على الفيسبوك اسمها حبيبه بيست اوف ذا بيست، زهره الزهره دي من عندي، يعني زهره الزهره دي من عندي، لكن هي حبيبه بيست اوف ذا بيست. واحنا بنشكر البهز بيه وبنشكر الرجاله القائمين على كل حاجه في المكان، وحاجه فعلا مشرفه. وغير ان احنا عندنا البراند بتاعنا احنا، لا هم ما شاء الله عليهم كمان مسيطرين على الاندستري نفسها بتاعت التراكس، ان هم ازاي يعملوا سبلاينج، ازاي يعملوا سيستم مظبوط، ازاي الدنيا تمشي معاهم مظبوط. انا سعيد جدا بالفيديو ده لانه اصدقائي هقول له عشان انتوا لو خدتوا بالكم ان في كاميرا ودرون بقى وفي صرف النهارده يعني طبعا ايبك فيلمز. انت نزلت النضاره ليه؟ انا مش جايب الكاميرا عليك، انا بتكلم. طبعا بقى ايه المعلم اندرو سدراك والمعلم مارتن عزيز عشان هو بقى اداني بوسه فبردها له بقى مع اسمه ابادير استفانوس. صح كده؟ انا قلت صح؟ قلت صح؟ الرجاله والمعلم بقى اللي هو مش عارف كل ما يكلمني ينزل النضاره ليه، بصراحه انا مش قادر افهم يعني. ابراهيم توني ابراهيم. انت مش استفانوس؟ انت مش اخوه؟ والله انا كنت فاكركم اخوات والله يا جدعان. وتوني ابراهيم يعني الرجاله النهارده عاملين معاه شغل حلو، وانتظرونا في القادم فالقادم اجمل. احلى مسا على الترمسي. سلام.